قاعدة حنمسحهم كلكم يفوتوا. دكتور إدريس شرفتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بك. وأستاذ زين شوكاي من السويد كاب سويدن دماني أهلا وسهلا ومرحبا. شرفكم أنا على محلتي. قاعدة حنمسحهم كلكم يفوتوا نفتر استنا خنقطو نأخي أتنا كلنا بزعبا نبزها قرب تلالينا. دكتور إدريس يا ريت تعرفنا عن نفسك وتعرفنا عن الخلفية، وذلك وبعدها نبتدئ الموضوع. موضوع اليوم اللي هو عن مرتكزات وجود الأمة الإريترية، وهذا موضوع جدا مهم. وتفضل لو سمحت، تفضل. هلا وسهلا ومرحبا بك. كوثر، قبل ما ندخل في الدكتور إدريس خلينا نعطينا فرصة. أستاذ زين سمعك. أوكي قبل ما ندخل دكتور إدريس اديني فرصة. أنا مش فقط في الترجمة، أنا باناليست، يعني أنا حناقش الدكتور إدريس في الأفكار اللي حيطرحها يعني. فأنا في البداية حألخص بالتقرينية أهم ما قاله الدكتور، وبعدين حأعلق على بعض الأمور اللي قالها، وبعدها حطرح عليه بعض الأسئلة اللي نشوفها جوهرية في هذه الأمسية، وبعدها الدكتور إدريس يجيب على الأسئلة يعني، وإذا في أسئلة من الجمهور حتجي برضو حتكون مطروحة يعني. فأنا باناليست ولست مترجما فقط يعني. والسلام عليكم. فقط حبيت أوضح هذه النقطة يعني. تفضل. هلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير. هلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. عليكم السلام. في البدء أشكر إذاعة سنيت لإتاحتها لي هذه الفرصة، وأشكر كذلك الباشمهندسة كوثر عبد الرحمن وأستاذنا الفاضل الزين شوكاي اللذان دعياني لتقديم هذه الدردشة أو المحاضرة التي ألقيتها في جزء منها أو في بعض أجزاء منها في منبر الحوار الوطني الإريتري. وأستاذنا الفاضل شوكاي قال لي أنها فيها نقاط مهمة لابد أن تسمع مرة أخرى، فأشكركم جميعا. ولكي ندخل في الموضوع بسرعة، أنا اسمي إدريس محمود حامد، من مواليد مدينة كرم. درست في الثانوية في سكندري سكول وفي معهد عنسبة الإسلامي بمدينة كرم، ثم عملت الماجستير في ليبيا، وكذلك الدكتوراه في جامعة الخرطوم، والآن أنا محاضر في الجامعات شرق أفريقيا، في جامعات شرق أفريقيا. بالنسبة للموضوع، أعتقد أن هذا الموضوع من المواضيع الحيوية والمهمة والخطيرة أيضا، لأن هذا الموضوع يتعلق بوجود إريتريا من عدمه كأمة دولة، لأن أي اختلاف في هذا المفهوم أو أي تشويش أو أي ضبابية، فهذا يعني أن وجود الأمة الإريترية في موضع تساؤل، كما هو الحاصل عندنا اليوم. البعض يرى نفسه أنه تجراواي، والبعض الآخر تداعبه أحلام إثيوبيا الكبرى، والبعض الآخر ومشاريع طويلة، مشروع القوميات المفتعل والمفبرك، وأيديولوجيات ما دون الوطنية إلى آخر. أن نختلف في طريقة الحكم كأمة، أن نتسارع على السلطة في إريتريا كأمة كغيرنا من الأمم، هذا شيء مقبول. أما أن نختلف على إريتريا كأمة وهوية، هذا خطير جدا جدا، يجعل وجود إريتريا كأمة متمايزة تواجه شرعية البقاء، بعد أن دفعت أمتنا الغالي والرخيص في سبيل إثبات أنها أمة متمايزة تمتلك إرادة العيش المشترك وتتطلع إلى المستقبل. كل النضالات
والتضحيات من الأربعينات وحتى كامل التراب الإريتري كان من أجل استرجاع هذا الحق المغتصب الذي نسميه أمة. وعندما قلنا أو عندما قالت أمتنا نعم للاستقلال كنا نقول نعم للأمة. أمة تمتلك أيديولوجيا جماعية موحدة متماسكة ممكن بين قوسين إريتريا للإريتريين. هذه هي الأيديولوجيا الجماعية المتماسكة إريتريا للإريتريين بدل أيديولوجيات الأمهرة والتقرن. إنما نراه اليوم يوضح لنا بشكل جلي جدا أي أمة كنا نبني طوال الأربعة عقود الماضية. تنكر لكل نضالات الأمة وتضحياتها والتطلع نحو الآفاق بحثاً عن هويات عرقية مبتذلة لا تكون نتائجها إلا مزيداً من الآلام والحروب والتوحش والصراعات الدموية والقتل والتدمير والظلم والتشريد والخراب والبطش والقمع والاضطهادات العرقية والدينية والمجاعات واللجوء كما نراه اليوم. هذه العقلية العدوانية التي يتحدث عنها أصحاب مشاريع وعلى رأسهم مشروع تجراي تجرينيا التي تتنكر لكل نضالات الأمة الإريترية، هذا المشروع القائم على العرق والدين واللغة، هذا كله يدل على أي نوع من الأمة كنا نبني طوال 40 سنة الماضية. حسب العنوان مرتكزات الأمة الإريترية، عندما نتحدث عن مرتكزات الأمة الإريترية لابد أن نقسمها إلى قسمين: ما قبل الاستعمار وما بعد الاستعمار. كغيرنا من الأمم، نحن لم ننبع من الأرض ولم ننزل من السماء، تنطبق علينا قوانين الأمم. نحن كغيرنا في إفريقيا، في آسيا، في غيرها من الدول، نحن أمة. هذا الحق الذي حرمنا منه، ولكن الأمة الإريترية استطاعت أن تعيد هذا الحق بقوة السلاح، وأثبتت فعلا أنها أمة لها إرادة العيش المشترك ومتمايزة وتتطلع إلى المستقبل. طيب، ما هي مرتكزات هذه الأمة ما قبل الاستعمار؟ عندما نريد أن نتحدث في أو على مرتكزات الأمة الإريترية ما قبل الاستعمار لابد أن ننظر إلى الخلفية الحضارية لنشوء الأمة الإريترية. الأمة الإريترية لم يأتوا بنا في شوالات وفي أكياس الإيطاليين ولا البرتقاليين ولا الأتراك ولا كذا خلاص رمونا هناك زي جزيرة مالطا. هذه الأمة لها جذور ثابتة، جذور تاريخية عميقة جدا، لأن دخول إريتريا إلى التاريخ أبرز منذ القدم صورا مما نستطيع أو ما سماه علماء الاجتماع بالأمة البدائية. الأمة البدائية، فالأمة كما عرفها علماء الاجتماع جميعهم قالوا أنها مبدأ روحي موجودة، الأمة موجودة، فهي موجودة دائما باعتبارها جزء طبيعي من البشر. بل هناك مدارس أو مدرسة أطلق عليها البدائيون لأنهم يؤمنون بالطابع السحيق في القدم والدائم للأمة. أكثر الحداثيين الذين يرون أن الأمة من السمات الجوهرية للعالم الحديث. كل الأمم بالمناسبة عندما تتحدث عن تاريخها وعن كذا لابد أن يرجعوا إلى الخلفية التاريخية. نحن خلفيتنا التاريخية كأمة قراءة عميقة لتاريخ أمتنا تعكس وحدة في الأصول. هذا كوش وحاميين وكلام الفاضي، هذا الشيء من جانب آخر. وحدة في الأصول، سواء كنا كوش ولا ساميين مع التحفظ على هذه المسميات. المنطلقات التاريخية، وحدة في المنطلقات التاريخية، وحدة في الأصول، وتظهر بأن أمتنا عاشت في بوتقة جغرافية. هذه نقطة مهمة جدا. بوتقة جغرافية لا تعرف الحدود ولا تعرف الحواجز، ونسق اجتماعي وحضاري وثقافي متداخل متساهر على مجرى التاريخ، من التوطمية مرورا بالوثنية
حتى انبلاج رسالتي التوحيد الإسلام والمسيحية والإسلام، واللتان ساغتا سلوك أمتنا الفكري والقيمي على نحو يفوق بكثير نظريات رابطة وحدة العرق والسلالة التي أصلا سقطت مسألة العرق هذه. فقد عاشت أمتنا متقاربة متجاورة متساهرة متلاقحة مندمجة في ممالك عريقة يؤيد ذلك الحقائق. كل هذه الأمور تؤكدها الحقائق الجغرافية والروايات التاريخية والحفريات الأثرية، وهي أهم نقطة. إفريقيا تاريخها كله شفوي إلا إريتريا ما عدا مصر، وأحيانا إريتريا في النقوشات الأثرية تأتي في المرتبة الثانية بعد مصر الفرعونية. لذلك كل الحفريات الأثرية في إريتريا وما هو حاصل من شواهد التطور الحضاري في الدين وفي العادات وفي التقاليد، كل هذه الأمور تثبت بأن هذه الأمة عاشت في بوتقة واحدة تعرف بعضها بعض. أشهر هذه الممالك مملكة أدوليس ومملكة قطعة التي كان يبدأ حكمها من نقفة إلى مسوع وحتى دهلك. هذه المملكة مملكة قطعة من ساحل من نقفة كانت حتى دهلك، ومملكة تجاريا كانت تحكم من رورا بقلة حتى ساحل البحر الأحمر باتجاه الساحل الإريتري. ومملكة بقلين كان تمتد من الإقليم الشمالي من رورا بقلة قرب نقفة وحتى ساحل البحر الأحمر في اتجاه الجنوب وحتى امبادره في الهضبة الإريترية. ومملكة بازين وحكمها كان في منطقة القاش، ومملكة الإدر البحري التي كانت عاصمتها دباروة وغيرها. ولو نظرنا في مجال التنظيم الاجتماعي القبيلة والإندة، العشائر والقبيلة والإندة، والفن الموسيقى الربابة والكرار وعندل وفي الرقصات لالي وورد والشليل ولعبة السيف، وفي الأدب الشعر والأشياء كثيرة جدا جدا، حتى في مجال الزراعة وفي مجال العادات والتقاليد ما لا يمكن أن نحصيه الآن في هذه الأمسية، ما يؤكد على تواسل أمتنا الثقافي والحضاري، وكان هذا مجرى التاريخ. على أن هذا التطابق في العادات والتقاليد والملامح والأفكار بين أبناء أمتنا ليس هو وحده الدليل على اندماج هذه الأمة ووحدة الأرومة والمنشأ بينها، لأن هذه الأمة كانت تشترك أيضا في الدين من التوطمية في ظل آلهة أستر ومدر وورح وألمقة وبحير. هذه الآلهة كلها كانت منتشرة، كانت تعبد في هذه المنطقة التي اسمها إريتريا، وتالب ريام وهوبس ونرو وإلى آخره، إلى أن جاءت رسالات السماء الخالدة فاعتنقت أمتنا الديانتين الإسلام والمسيحية. وفي المجال الحضاري نذكر المنحوتات التي عثر عليها في إريتريا في مواقع كثيرة تجاوزت 80,000 موقع أثري، من ضمنها في منحوتات قحيط العظيمة ومطرة ودبدب وكسكسة ودهلك وكوكن وشابيت وحلحل، كلها منحوتات متشابهة بل متطابقة في أجزاء كبيرة منها. هذا الأمر يدل على العلاقات الثقافية القوية اللي كانت قائمة بين أبناء أمتنا في هذه المنطقة. نعم هناك تنوع ثقافي، هذه نقطة مهمة جدا، هناك تنوع ثقافي، لكن هذا التنوع مفتوح، هذه نقطة مهمة. فلا وجود في تاريخنا لمجموعة منعزلة، بل لا يوجد في إريتريا ما سموه علماء الأنثروبولوجيا أو علماء بالمجموعات اللغوية. لا ينطبق هذا الكلام في إريتريا، مجموعات لغوية لا ينطبق عليه، لأن هذه المجموعات تندمج في ثقافة مشتركة وأخرى متداخلة. من الذي يدعي اليوم هذه اللغة التجريد؟ أي جهة تدعيها؟ لغاتنا محايدة، وطالما كانت أمتنا تحافظ على تواصل مفتوح مع بعضها وفي جميع مسارات الحياة، وهذا الانفتاح دائما كان الضامن لاستقرار الحياة الاجتماعية لأمتنا. إذن كانت أمتنا يا جماعة تعرف بعضها بعضا منذ الأزل. فالقبائل والعشائر والإنداتات والعشائر والقبائل الموجودة في المنطقة الغربية هي نفسها الموجودة في سمهر، هي نفسها الموجودة في الساحل وبالعكس. والكثير من الإنداتات في الهضبة هي امتداد لتلك القبائل والعشائر في المنخفضات والعكس.
وإريتريا مصنفة عند علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا من أوائل الدول الأفريقية بخصوص نسبة التجانس في القارة الأفريقية. تجانس على الصعيد الاجتماعي، تجانس على المستوى الثقافي، تجانس في الميدان الحضاري، وعلى المستوى حتى العرق، إذا كان هذا العرق هو مرفوض، ولكن حتى لو أخذنا كذلك الجانب الديني وفي منظومات القيم. يعني أن مقومات التجانس تطغى على مقومات العزلة، والمشترك عندنا أقوى من الخصوصيات الهامشية. مشكلتنا في التجانس السياسي كما قال أستاذنا الفاضل أحمد نقاش، مشكلتنا في التجانس السياسي، أنا هذا معه، وهذا شيء طبيعي إذا كان في إطار إريتريا. الاختلاف هذا ما في مشكلة. وهناك مسألة جوهرية جدا، وهي أن مجتمعنا في مجمله خالي تماما من العنصرية العرقية المتوفرة في الكثير من الدول التي يريدون خلقها الآن باسم القوميات أو باسم مشروع ما سمي بالقوميات العنصري المؤدلج. وما كتب عن اندماج أمتنا وتزاوجها وتلاحمها وتلاقحها على مر التاريخ من قبل الباحثين الغربيين والرحالة والهواة لا يمكن حصره الآن في هذا المجال. لو حللنا مكوناتنا البشرية واللغوية والحضارية ثم استصحبنا معنا هذا التاريخ وألقينا نظرة سريعة إلى مجتمعنا اليوم، سنجد أنه لا يوجد أبدا تمايزا عرقيا بين أبناء أمتنا، ولا يوجد حد فاصل بين هذه المجموعة أو تلك في الأرض، في اللغة، في العادات، في التقاليد. بالمختصر المفيد، لا توجد اليوم في إريتريا كلها مجموعة خالصة التكوين، غير مندمجة، غير متداخلة مع غيرها. فالاختلاط والتمازج والاندماج كان ديدا أمتنا منذ طفولتها. فأمتنا تتشارك في الثقافة والعادات والتقاليد وفي طرائق تفكيرها، في ملاحمها وفي أساطيرها، في نكاتها لدرجة التطابق. ونتشارك في الأرض الواحدة المتداخلة، إذ لا توجد أرض جغرافية منفصلة بحدود معروفة على حدود هذه المجموعة. هكذا كان مجتمعنا. بعد ذلك جاء الآن الاستعمارات، أنواع الاستعمارات. البرتغاليين جاءوا، وجاء الدور التركي في التواصل الاجتماعي في بناء الأمة الإريترية، هذا كله. ثم بعد ذلك أيضا جاءنا كانت هناك الطرق الصوفية ومواقع الآثار المسيحية والإسلامية في إريتريا ودورها في عملية التواصل. هذا لو تحدثنا حتى غدا لا ينتهي. الحوليات السنوية اللي كانت تجري في جميع مناطق إريتريا، الناس يأتون من المنخفضات إلى المرتفعات إلى آخره. عندنا دير دبرسينا، وعندنا دير دعاري، وعندنا الناس كلها في هذه المهرجانات تلتقي وتتواصل وتتلاقح أفكارها. المرتكز الثاني من المرتكزات هو ما بعد مجيء الاستعمار الإيطالي. الاستعمار الإيطالي والبنية التحتية للاتصالات التي قام بها والتعليم وكذا، هذا وفر شرطا سياسيا مهما جدا لوجود إريتريا. يعد التوسع في تكنولوجيا الاتصالات التي قاموا بها شرطا لا غنى عنه في بناء وتكوين الأمة الإريترية. ونحن نعرف أن الإيطاليين ما قاموا به في عملية التعليم والشبكات والطرق التي أقاموها، كل هذه سهلت عملية التعارف أكثر فأكثر التي كانت قائمة في قبل مجيء الاستعمار. في المجال الاقتصادي ربطوا مناطق إريتريا كلها ومدنها والمدن التي أقاموها، وعرفنا نحن إريتريا كدولة لها تاريخها المميز وتجربتها المميزة مع الاستعمار الإيطالي. إذن الاستعمار الإيطالي وفر شرطا مهما جدا في بناء الأمة الإريترية. وكذلك التحضر الذي حدث في المدن الإريترية، بنوا المدن أسمرة وكرن ومسوع وأردات وإلى آخره، هذه المدن الإريترية وربطوها بشبكة الاتصالات والتواصل. هذه عملت تواصل كبير جدا جدا بين أبناء الأمة الإريترية. حتى في التعليم الذي كانت تقدمه إيطاليا، أبناؤنا كانوا يتعلمون خريطة إريتريا، تاريخ إريتريا، وجود إريتريا. هذا كله خلق شعور بوجود هذه الأمة وبوحدة هذه الأمة في خريطة محددة معروفة. وما أقاموه من دور السينما
وكذلك طرق الحج التي كانت قائمة من المرتفعات. المرتكز الثالث هو وهذا نقطة مهمة جدا، وهو نضالات أمتنا في الأربعينات وتضحياتها. يعني نضالات أمتنا وتضحياتها جنبا إلى جنب في خندق واحد، ووقوفها يدا بيد من أجل تحقيق النصر المبين الذي اختلطت فيه الدماء من أجل كرامة الأمة المتمايزة وسيادتها وتحرير أرضها المغتصبة. واحد بعد هذا كله يأتي ويقول لك ما فيش حاجة اسمها إريتريا. هذا كلام خطير جدا جدا عندما ينكر الأمة الإريترية بعد هذه النضالات الطويلة. بعد هذه الخلفية ممكن إذا كان الأخ زين شوكاي قد يترجم، لأن أقف هنا قليلا حتى أعطيه 5 دقائق حتى لا يكثر عليه، وإن كانت الفكرة هو يخليني يترجم زين شوكاي. أوكي تفضل أستاذ زين شوكاي، ترجمة. جميل. موضوع مهم جدا. نعم أنا كنت أعتقد ألخص الأفكار الرئيسية فيها بعد ما تنتهي، لكن كلام دكتور صح، لأنه الأفكار اللي قاعد يذكرها الدكتور في إيكو يا جماعة، في إيكو، في صدى. لا تفضل، أنا دحنا لا صبالا قصد. جميل. أنا أنتي مثل النيرو دكتور مسودي أخي بحد سيرو بتقرينها كقرب كند حسابات بتقرينها كقرب ينيرو تي حسابي جن بس حال كاي بزيحو ناي بحكي دحرايكا أقداسين الزلونة بتاس لزخونة بحس زبالة الجباب بجاهم زي تباهيلو زي أي تباهلن إلكم أبجمت كتوزدوز لكم بخلتي وقان قطعت بارالل كيد عين خلنينا حجي تناتي فيرجن تحسر زبالة فيرجن مخانو أبجمت أتيهم كتردوني تسفاي جبر انتهي بالدكتور زي لو عبيلنا يزلنا مسرتات إرتراوي ونت نيشن هود مالتي ونت كاب زمسيو أب مزجب قالت رخبنا يقاليو كبانا بعلنا مهزنا زمسينا يكونن كحبراز دلي هجي بتعم أقداسن حدقنيان يوزي إذا أمر زيبل السودم ما يوني إرترا زجبرا تخالي بنزيل ونتنا إرترا زكاوموز تفبركي ويستسنعي حسابات اللويو يلن أي بلني جن خبده أي كيلن يبهلايو تقرأي تقريني ده يخون عند النت وحد النت ده يخون زي ناي بهارات ده يخون الزخول لسي أبكدمي ونت نايز بإرتراس تطوخ بلاي كيلن يبهلاي دكتور ده حراي دمات ونت أب مسرتات زتمركوسي يبل كندي حمرت حسابه ويمركسو دما بحنسب بسلام ناي منبر دليت مهلاو يبل زد ما منتهي زكاوم زد ما منتهي زسرت يبل إرتراويان كنبل كلنا ناي حدا بهير وين حدا جوجلي وي حد تقرأي تقريني دو قالي دو وي أمهرايزيشن وي تقرينيزيشن نعوز زكاوم حساباتي بقلص كنا قمت أنت هذا لينا يبل إرتراويان كخون اللوم كدمي كالي نجر مخانو تزخف نجر نايزي 5 أمثال حسابات زي هناس حسابات دمّا نتي إرتراوي ونت زقربو كالستات نعوه زخحديو يبل أبكالي هلولو هاي تونا ننا أشت نجارات أو كن جزينا قلبتنا كنت في يجددنا حجي زي نزين أمرنا ونت جديفنا أبسبب التحساسبان حرقتينا أتي كن رخبون نخيل وسيتي بال مقتلتي سدت دخنت وجي سلقي نينا نحد كامل لعلي انترف حبزي حان تخن رخبون له أي نخيل نابع عليو وزد ما زي كالي نتينا ونت نيرترا زكاوم حساباسي نتي نزم مسرات زي زفرس دايمبر نت إرتراوي من النت زعج زي كونن نحنا دما كم إرتراويان كن مسخولنا كاب سماي زوردنا كم درس بقولنا يكونن أبتي مريت نيرنا إنا ننوح زمانات يبل الزد ما يو زي ونت نافنا زي مسرنا نافنا يتنافي قلنا بيونايتد نيشنز أو مستوبيا خن قرن كلنا يبل دحراي دما حزبنا أبو سلز نبري نما مواعد ونوح زمانات
مبزحتهم كزاربو خلو انتي بلو بتليان سفترات يا إيرترا بلو نسمعينا نعنا تليان أبزي وتازي أيام سونا نحنا أوينا نحنا كمسخ الله يبل تاريخ زلنا دك سباتينا كم أمة يبل بتي ساينتيفيكاوي سوشيال ساينس زسفرو بقوم عكانيتات انت داري خايو نتي أمونات إيرترا بوتو زحزة أمونات زلنا قاليهم نزي ناي أمونات حسابسي مس مودرنيزم ويمس حداثة زبهال زمس أي يبلو السو أيكونن تي كند مسرتنا أمونات تاريخ كله اللي هو بعلا يا دكتور حجي إذا أكفافلا زي كوشاويان دينا سيماويان دينا هيميتيك دينا زي نوعو قديفكا إرتراويان كم إرتراويان أبزي وتازلو كلهم مسرتهم حاد مخانو زجلز بزح أمرات وي بزح حسابات هلو وي بزح ملكتات وي بزح شبطات هلنا يبل كاب كده ما تحزنا كده مزي هيمانوتات إرترا زلو لومي كم إسلامنا كريستنا كيما يسخلو ولا أبتي جزية زي هيمانوتات زي نبر الأوان كم حد حزب خينا إن نبرنا نبزبوتها زيبل إرترا دما كاب أن العلي تاريخ زلو أفريقيا بزح حجرات هيكونن من الباش مسانا خطو دادر تقول كم أبنا زمسعة قبسوي مسرع اللايبل دحري أبو انتهي تاريخنا إلا انت دا حديثنا يبل أب أدوليس أب قطعة أب بقلين أب بازين أب دواروا مدرب حري كل زي أب قمة اتخاء إرتراسي تاريخ زلوه هاجريا تاريخ زلوه أمة إزلنا يبل الزي قبيلاتات ويدما إمداتات أب إرترا دما ويدما أتي كومن رواحتها زلنا نحن حبر رواحتها زلنا كأب موسيقى يكون أب صوتها يكون أب حزن أب حجوس زخلو نعنا حنت أمة يجبرنا ده أمر أي فلاليا نامي إذا أنت تات قبيلات نت أمة زحيل ده أيمبر نت أمة زد داخل ما يكونن ملكتات ناي تعنا يمبر ناي نت أمة زدكم ما يكونن ولا تن عبيت هيمانوتات كم مسح الله وين كم كريستنا المسلمين ولا تي أب تي تاريخه بوتها زرخبوه أسرات استلما كاب ثمانية بوتان اللي علي أبيرتا تاريخه بوتان هلو يلو جليسوا نيرو بأشماتون روحوا نيرو إذا كله انتهى إذا قبرنا نحنا بتعمل من المساسل هذا خم زخنا هذا تاريخ كم زلنا إذا حبر ده أمبر بنساري حبرني نأمننا أوه أوشتنا دايفرسيتي له أوشتنا في الليات كله خيليو الزجن في التزف الليات زي كم أبنت تقصد ما تقانقوا كم قانقوا هذا خاوي يبل نتي أمنا ناسي عسوي جبران فلسي ما عسوي نبرن جلتات إنداتات قانقوا هذا عينة قانقوا تزربوا أبن بسوم تعاسيهم ننوع زمان زنبرو سبات أي كنا نبي نترازلو أنت يدالو إذا حزب إرترا ننحت حزب فلت زنبري كم نوع زمانات زواسب زنبري إيو سلزخونة دما زي ethnicity وي دما العرقية أب إرترا قبول أي نبرن قبول وين أي كونن تشجرنا يبل كما بنت حادم سينيرو أحمد النقاشي له أنت يبل تي موهات بوليتيكاو موهات أو شجر على النقم إرتراويان جن كن فلان خلنا هم إرتراويان أبتي كلنا إرتراويان نفلالي كم إرتراويان نفلالي ده أمبر كلا عينة فلالي أيكونن يبل علنا في الليات بوليتيكاو في الليات بزح علنا إذن أي بهرات دما بتي سرعة الزمزة ناي ايديولوجي كالحطو دا أيمبر ودعو حطو يكون أكون أب مريت زلو ودعوي مسرت زلو أيكونن تي أغمتات نايسب ناي إرترا أب وشتوسي مفحفح فلليات ناي إتنيكاو فلليات أي نبرن أب تاريخنا يبل أب إرترا دم حد صروي عليك قال له يلو زحسب سب يلن أي يلن دم يبل سلزي زناتنا أمة وزناتنا نيشن هود كم مسرت هجمر كله
بقبون تردينا يو حادث قبرنا دايم برز فلالينا يكونن وبزح نقراتنا ها نسمع مع أب مريت يخون أب موساب يخون أب مجوعاز يخون حد حزب خب حد وطن حد وطن جعز كله كالو أنقاي حز كالو قال هاي مانو تحز سلزي حد حزب ترايد أمبر سفر عليه حزب أي كوننا بيرترازلو توم تي كولونياليزم ويدما بعداوي حيل خمس خلو كاب بورتوغيز حزنا كساب تركي نعنا كم حد غيرنا ده أمر أي فلالينان تي نقدت يكون بتحوليات زبلوا بسلمنا ناي صوفيا دما حدا ملكتات ناي حدا حزبي كبوتا نبوتا خيدو مسوم كالوت يبعل مسوم كالوت يراخب مسوم كالوت يواسب بو مخنيات زي كله أقاطاميتات كحد حزب خبرنا زخل عقمتات نتريلو بوتا وين نتريلو أقاطاميتات نيرو يلي يقولسو أب دبرسينا أب مريم دعاريت أب حوليات ناي زمراغنا وي ناي أحمد النجاجي هون ولا ناي كالي حد انت شمو أقاطاميتات حد زقبرنا إنيو ده حريت اليانكم خلوه عدنا السم زقبروا حزبن عدن رخيبهم أو حد بوليتيكاوي انتيتي حد فتيرهم ده أمر إرتراي فتورون يوم السم زقبروا دما كلين نجار عين برن نزي لومي حداس إرتراوي دما زي مودرن إرترايان بلوز لنا مسرتات زفتوريوم مجدات مسروحو فابريكاتات مسروحو إيكونومي حزونة تهاجر زين معاد كتماتات مسندقو أب حدا مسيومنا مارتيو حجي أبزي إنا كل شيء عن زين فلاليو نجار نتلو أبتيجي زين إيطاليان زي إرترا زي بوليتيكال انتيتينا إرترا زبال شعوي تفتيري لنا كنسمع عن غلينا دحريون السم مسكدو حال عندنا أب أربعات كنك على كلنا يعني إرترا كونسي بزح دم يفسيسو زي دما لومي إرترا مسكالي كتحزواز فتنو نزي كله على ستات تخيل بأربعات نعوخ فلوسيهم دسعرو يبل عاوزي أودي إيه نضالات أمتنا في الأربعينيات وصلت كنت هنا الدكتور وبعدها توقفنا. Okay, you are muted, Dr. Idris. مرحبا تفضل أتصل. Thank you أستاذ زين. Thank you. زين والله تمام يا أستاذ زين شكرا على الترجمة الدقيقة. بعد هذه الخلفية يا جماعة لابد أن نتكلم عن مصطلح الأمة. ماذا نعني بالأمة؟ عندما نقول أمة ماذا نقصد؟ وهذا المصطلح مهم جدا وخطير جدا عندما قلنا لكي نتأكد. عندما نتكلم عن الأمة فنحن نقصد به المفهوم السياسي المعاصر للأمة، لأنه بعض الناس بيعتقد أنه مفهوم ديني أو كذا. لا، نحن نقصد بالأمة المفهوم السياسي المعاصر للأمة كما ورد في الموسوعات السياسية الغربية الحديثة وفي قوانين منظمة الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة. وعليه سوف لن نلتفت إلى المفهوم الروماني، لا يهمنا القديم، والمفهوم الأمة في القرون الوسطى اللي كانت أحيانا تمشي مع الأباطرة ومع المفاهيم الدينية، لا، ولا التعريفات العنصرية للأمة كما فعل الألمان التي أنتجتها المدارس الاجتماعية الحديثة نسبيا الغارقة في أسرة العرق. هذا لا يهمنا. نحن نقصد بالأمة هنا الأمة بمفهومها السياسي المعاصر وفي القوانين الدولية ماذا يقصدون بها. يا جماعة عندما نتحدث عن الأمة لا يمكن أن نفصلها عن الدولة، فما ذكرت الأمة إلا وذكرت الدولة معها، ولذلك تم ربطهما في كل الأدبيات السياسية. أنتم تسمعوا والاجتماعية دائما يقولوا الأمة الدولة والدولة الأمة. فالأمة هي مجموعة الأفراد، أما الدولة هو الجهاز أو هي الجهاز الذي يشرف على الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء الأفراد.
أما هذه الأشياء التي تسمعونها الالتباس حتى في لغاتنا في التجرينيا مثلا، سنرى بعدين التجرينيا نفسها في تعريفاتها للأمة تخلط ما بين الأمة وما بين الشعب وما بين الدولة، هذا سنرى. إذن فإن الأمة الدولة أو الدولة الأمة التي نتحدث عنها هي الدولة التي ظهرت ككيان سياسي بشكلها الحديث، لأول مرة ظهرت في الغرب، وهناك عوامل وتطورات مهمة أدت إلى ظهور هذه الدولة الحديثة، منها تفكك الإمارات الإقطاع وضعف قبضة الكنيسة على السلطة وظهور البرجوازية الصناعية مثلا. هذه العوامل كلها لسنا بحاجة نتحدث عنها. الذي يهمنا نحن أن المصدر الأساس في شرعية هذه الدول الحديثة هو الأمة. هذه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اللي تسمعوا عنها 193 دولة، لو زدنا فيهم الفاتيكان كمراقب مثلا 195 دولة يوصل. شرعيتها والاعتراف بها كدول تم بعد أن استوفت شروط شرعية الدولة. هناك شروط يجب أن تستوفيها لكي تصبح دولة، لكي تعطى تسلم دولة. لابد أن، وهو الأمة، لابد أن تثبت أنك أمة طبقا لهذه القوانين التي وضعها المجتمع الدولي والقوانين الجارية الآن في الأمم المتحدة وغيرها. ماذا نقصد بهذا؟ لكي تصبح دولة لابد أن تثبت أنك أمة، لابد أن تثبت أنك أمة وليس شعب. لابد أن تثبت أنك أمة، وسنرى الفرق بين الأمة والشعب. معنى هذا الكلام أن مستند الحق لشرعية الدولة المعاصرة هو تطابق حدود الدولة مع حدود الأمة الاجتماعية والجغرافية. عندما اكتمل، لو رجعنا قليلا، عندما اكتمل تكوين تلك الأمم في أوروبا، أوروبا كانت زينا زي أفريقيا، قبائل وعشائر وشعوب، لكن هم الذين كونوا هذه الأمم بعد حروب وصراعات وأصبحت متمايزة. أرادت نخب هذه الدول توحيد هذه القبائل والإمارات لتشكيل أمة موحدة في دول، وهي حالة أرقى من الأشكال التنظيمية اللي كانت سائدة الإمبراطوريات والإمارات وإلى آخره. ولأن هذه الأمم كانت متجاورة كما نحن عندنا في إفريقيا وإريتريا من ضمن الدول الأفريقية، ومتلاصقة ومتداخلة، فكر فلاسفة الغرب وقوانيني والقانونيين وعلماء القانون عندهم في توحيد العوامل أو العناصر التي تؤدي إلى تكون الأمم، وكيف تكون مجموعات من البشر أمة. فقاموا بأبحاث ودراسات واسعة تبحث في عوامل تكون الأمم، فاختلفت آراءهم وتباينت وكذا، وحصل الصراع بين النظرية الألمانية والنظرية الفرنسية، ويعني قالوا ما هي العوامل الأساسية أو أسبقية عوامل تكوين الأمة؟ هل هي العوامل الثقافية التي تجعل منك أمة، أم عرقية، أم جغرافية، أم اللغة، أم الحياة المشتركة، أم المصالح الاقتصادية؟ فلاسفة الألمان قالوا نحن نقدم اللغة والعرق، لأنهم كانوا يريدون ابتلاع على إقليم الألزاس واللورين في تلك الفترة بحجة العرق كما فعل هيلي سلاسي عندنا. هيلي سلاسي كان يريد أن يضم إريتريا، قالوا شعب وليس أمة، جزء من الأمة الإثيوبية بحجة اللغة، فجاء بمشروع اللغة والدين والعرق. أما فلاسفة فرنسا قالوا لابد أن يتوفر فقط عامل العيش المشترك. ولكن مع صراعاتهم هذه فإن فلاسفتهم والسياسيين والقانونيين عندهم كلهم أجمعوا على أن الأمة هي مستند الحق الضروري في إقامة الدولة. ما فيش دولة بدون أمة، هذا أجمعوا على ذلك، التي يجب أن تتطابق حدودها الجغرافية والبشرية مع حدود الأمة وطنا وأمة. هذا الصراع العنيف كانت نتائجه ولادة هذه الدول التي نراها الآن، الدول الأوروبية، الدول الإسكندنافية، بريطانيا، فرنسا إلى آخره، بحدودها المعروفة اليوم. بدأوا من العشائرية
إلى العشائر إنداتات، إلى القبيلة، إلى الشعوب، ثم بعد ذلك إلى أمة. أي نحن اليوم يا جماعة نعيش مرحلة الأمم ولا نعيش مرحلة الإمبراطوريات ولا مرحلة القوميات. هذه فانتهى هذا عصرها، هذه مرحلة الأمم. ربما يحدث تطور جديد بعدين، هذا شيء آخر، لكن حاليا نحن نعيش عصر الأمم. واستقر الأمر أخيرا في وضع نظرية سياسية انثروبولوجية قسمت البشرية إلى أمم متمايزة، وأن كل أمة قالوا لها الحق في دولة مستقلة، إلا أنهم ربطوا شرعية هذه الدولة بوجود أمة، مش شعب، بوجود أمة. أي أن الدولة الحديثة تستمد شرعية وجودها من أمة، لازم تكون أمة. وعلى هذه النظريات أو على هذه النظرية قامت مبادئ وقواعد القانون الدولي. الأمة إذن هي مستند، هذه نقطة مهمة، الأمة هي مستند الحق في شرعية الدولة المعاصرة. وعليه فطبقا لمعايير القانون الدولي يجب أن تتوفر في الكيان الذي يسعى لتقرير المسير شرطين أساسيين قبل الاعتراف به فعليا من قبل المجتمع الدولي المتمثل في الأمم المتحدة. ولذلك ليش سموها الأمم المتحدة؟ ليش ما سموها الشعوب المتحدة؟ لا، الأمم المتحدة. لابد أن تتوفر فيك شرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الكيان موجودا في السابق كمستعمرة، لابد أن تكون موجود كمستعمرة. الشرط الثاني أن يكون هذا الكيان أو الدولة المرتقبة قادرة على تقديم حجة قوية تثبت أنها موجودة كأمة متمايزة قابلة للاستمرار. شوف هذه النقطتين المهمتين، متمايزة معناها أنت عندما تقول إريتري معناها أمة متمايزة، لكن تقول تجراي وبعد أثيوبيا معناها في مشكلة في وجود هذه الأمة. لابد أن تكون متمايزة. عندما تقول أنا إريتري فأنت إريتري، متميز عن السوداني، متميز عن التجراوي، متميز عن السعودي، متميز عن، معناه هذا هو التمايز. لابد أن تكون متمايزة. وثانيا قابلة للاستمرار، أي لابد أن يتوفر في الأمة عنصران أساسيان، الاستمرارية أي أن تكون كيان متجذر تاريخيا كما ذكرنا الآن. هكذا كانوا يقولون أجدادنا، نحن ما جاءوا بنا الإيطاليين وزرعونا، نحن عندنا متجذرين في التاريخ، أنتم الذين جئتم في هذه المنطقة ووجدتمونا، أنتم فقط بالنسبة لكم اكتشاف، لكن كنا موجودين. كيف تكون اكتشفتمون أنتم؟ هذا اكتشاف بالنسبة لكم، لازم الفائدة، أما الفائدة كانت موجودة. ما الفرق بين الفائدة ولازم الفائدة؟ حتى في اللغة الفائدة أنا إذا أخبرتك بخبر معناه أنت ما كنت تعرف، ولذلك يحصل لك الفائدة ولازم الفائدة مع بعض. أما إذا كنت أنا أعرف فإذا أخبرتني فحصل هنا لازم الفائدة، وهي أنني عرفت أنك تعرف. فالاستعمار مهما كان لونه وشكله عندما جاء إلى منطقتنا لم يكتشفنا لأننا كنا موجودين، هو الذي كان يجهل ولكن نحن كنا موجودين ونعلم بتاريخنا وحياتنا ومبادئ وممالكنا وإلى آخره. إذا لابد أن يتوفر عنصران أساسيان، الاستمرارية أي أن تكون كيانا متجذرا، خلفية تاريخية، مش يبدأ تاريخنا من 75 وبعدين عندما يحتاج إلى حجة تاريخية يرجع إلى حامد إدريس عواتة فقط. حامد إدريس عواتة الشهيد القائد حامد إدريس عواتة فقط يأخذوه ويعملوا له تمثال. تاريخ عظيم موجود وشخصيات عظيمة، وعندما يريدون حجة قوية الأمم المتحدة تقول لهم أنتم تاريخ ما عندكم حجة قوية، يريدون يرجعون إلى الأربعينات فيختارون لنا من هناك الشهيد إبراهيم سلطان ومعه ولد أب ولد مريم. لا، لابد يكون عندك تاريخ بار في الجذور، تجربة مشتركة وتتطلع إلى المستقبل. نحن أمة تتطلع إلى المستقبل، يعني لهم رؤية مشتركة للمستقبل للأمة والوطن، ولهم إرادة العيش المشترك. هذه نقطة مهمة جدا، رؤية مشتركة للمستقبل للأمة
للوطن ولهم إرادة العيش المشترك. أي مشكلة في هذه الأشياء تحصل معناها نحن لسنا أمة، وإذا لم نكن أمة لا نستحق الدولة، وهذا هو السبب الذي منعنا من وجود الأمة. والتمايز دكتور كما عشان قلت لكم دكتور أن عشان تميز أترجم نفسك عشان عن أترجم غيرها من الأمة. دكتور عشان أترجم كتر تفضل. أعطيني بس عشان باختصار أقدم ما ذكرته يعني. دقي من تايب الدكتور إدريس زي أمرزي ويزي كونسبت ناي أماسي أقداسن حدقن يعني يبل كم جينا خنردو لنا حجي هم تردينا يو شبو جينا خنردو عين خلينا بزعبا أمة خنزارب كلنا يبل حجي بزل لنا يوان زي مس مودرنايزيشن مس حداسة زمزة حدش أمريو نحنا نزارب له زلنا دما نزي حدش أمرنا نزارب زلنا كمتي أبتي انسايكلوبيديا أب معراب هجرات زلو كمون أب حقتاتنا يونايتد نيشنز زلو بقو إنا خنردو زلنا نتايبل زي كاري عينت الجلالس أنا أمة أي قد سنانيو هذه ethnic group ديو هذه صروي على ديو زي ويدما كم زع مسألة أمرات هلو بوخاز درهو حيلتات هلو نيرومونا معراباوين هجرات نحنا قلنا نزارب له زلنا زي حدش أمرنا أمة يو حدش أمرنا دولة حجي أمة دولة دما ما بزحتو جزء يتحلل فيهم بزحتو جزء يتحاوسين تسب بزعبة أمة نزارب كلنا بزعبة والكسبات إن نزارب زلنا أتون والكسبات نتا أمة زجبروها بزعبة إن نزارب زلنا بزعبة أمة نزارب كلنا بزعبة الدولة ويكا حجر نزارب كلنا دما نتوم تقمن أيزوم والكسبات زم حادر أكالنا نزارب زلنا ويتكالنا نزارب زلنا أيضا سلزي دولة أمانسي ناي بحكي مسنا بحنسب زخيدو زتواسبة حساباتي بال السودما نمجمع ناجزي أب معربويان حجراتيو تفتيروا أبزي modern history أبزي حديث تاريخ السخايو نحاد أمة زجبرو نحاد حزب زجبرو الزيو إذا أمر الزيو زم 293 حجرات أبالات يونايتد نيشنز اليوم زلنا حبورات حجرات نبلهم نزي مفهومنا أمة يوم زي سلزمالو يوم نتقط عرس سلزمالو يوم أبالات زخون زلوبتي نا يونايتد نيشنز أبو أبال دماغ تكون ناي جدا أمة مخانكة كت جلسوا كت كيلا لك سلازي هذا حزبي نترايلكا أو خدر فايكلنيو تي مسحابنا دولان أمان دما بتجرني حدا جزء سجم يهلو يخدجل صايبل أنا وني سامع مسؤول سترة يكونن أبقى عربون سجمات هاللو بهلا يدحري أبتي ديسكشن كن العلا نخلينا ولا زم معرباويان لومي تي أمرنا أمة تولنا ويتأمرنا أمة كمي أجلال سوزي أسبقهم زي صنعوه نوع سومن بزين إحنا زحلفنا يو ناي قبيلاتات ناي إنداتات مدرخ يوم حليفهم كسب أمة زخونو كسب حدا نعوم زي كوبهم حدا انتيتيز فوتروس بزين إحنا نحرف زلنا بروسيس يوم حليفهم نبعلهم حجي انتايبل أبزي مدرخ زي مبزحتو جزية بزعبا ناي جرمن فلاسفان ناي فرنساي فلاسفان يزارب مبزحتو جزيتي زلو مسمعتات السودما تناي أمة ببحر ديو بجغرافي ديو بقنقا ديو بعالت ديو بمنطقة هاد جلسوا تفتن السو بتعمي أقداسيو إذا أمرات زي مس أمة زخيد أمرات سلزخوني بزعبو صبغينا حسب من كلا لنا هاي لسلاسين بعد نقرت نخجوبتا هولو حد حزبين عيلو إيو جليسو حجي انتاي متى تمركسيو حد هيمانوت زلنا حد قنقا زلنا نتيجة إزيليو تجرينيان حرينيان حد قنقا سلزخوني بهم يجليسو حجي حد السنة بعلو هاي لسلاسي النافلته فلتو خلص بحد ناي قنقا ناي إتنيك ويدما ناي عليتاوي أجلالسا جليسو مالته حجي مبزحتو زي بال توم تناي فرنساي
ناي جرمن تحساسبا أبزي على تاوي دما إثنيكاوز تمركزيو ناي فرانس أبحث فلسفنا دما أب ناي حبر منبر أو تمركزي بل الزخ بس حق إنه بعلم نسوم بتعمي بدماوي زخونة جونستات يوم حليفهم أبزي بس هم زلوا بس هو أبزي كم نيشنز كم أمة أبحادي هاجر كحبرز زخولهم مع توقعت مع الدم مسفسسيو سلازين إحنا خنردو زلنا لومي أبزناي إمبراطوريات ويدما أبزناي قوميات عرقيات يكونن نبرزلنا أبزي حدش الردادة أي أمة أو تمركزنا هنا الصحة مستي anthropological أجلال ساز خيديو السوم دماني مفهومنا زي تحسبنا ويدما أتي أمرنا أمة مستي مسحجر ما تحيزومه كاو تبقيسهم يوم أب يونايتد نيشنز ونعو كم معكين زجبروه حجي هذا هزبسي ناتو ناي رسوسن رسمسل وساني كو هابو خل عدل كم إرترا تنافق عدل تلام حادنا مسمسو انتي نباليو كذا نجر أبكل نير تاخد كون عليك دحراي دما مستوم كارلوت قرابتها كابهم فلينت اللي كانوا كابنت إرترا من السودان فلينت اللي بحرياوي ويكا كون اللي أمه خنكون مستوبياون تفلي أيدنت خمسة لنا كنجلس كنكلا لنا دحول دما الاستمرارية زبولو مغز أماسي هذا كل له زخل كونتات كفترة له هذا تاريخاوي دحول بيته هلو ولا ناي حبر ودحول دما هذا فيجن ورأي حبره ورأي هلو ولا ناي حبر من بر دليت ون هلو ولا يلقى يسوع معي يلا دكتور الميوت لو سمحت دكتور إدريس. نعم. أوكي حار أنت بتسألني حزبين هاجرين منجست زبلة قالت أنت ترجمي زلمة بتجرينيا ولا بتجرينيا لا عفوا خلينا نتكلم بالعربي. أنا كنت أريد أن أقول شكرا استاذنا زين شوكاي والله ترجمه حقيقه يعني محترم محترف والله. وانا اوافقك الراي دكتور ادريس ما شاء الله عليك. تفضل. نعم اذا احنا نقول ايش فكره لان التجرينيا والتجريت ولغاتنا لا تفرق بين الشعب والامه، حيث تعبر مثلا بكلمة حزبي مرات لكلا المفهومين للشعب وللأمة، وأحيانا تستعمل أيضا هاجر وأحيانا تستعمل منجستي. حتى اللغة الأمهرية تستعمل كلمة بهير وهي الكلمة المستعملة للقومية في التجرينيا يعني. فلذلك عندنا مشكلة، وأنا حقيقة يعني أشكر أستاذنا شوكاي. لذلك أنا في هذه النقاط بالتحديد يعني أريد أن نركز عليها، فشوية شوية نمشي فقط حتى لا يكثر علي. لأن فكرة الأمة الناس بتأخذها بعد ما يترجموها لنا حزبي ولا بحير ولا كذا. فكرة الأمة نحن نتكلم في القوانين الدولية والموسوعات المعترف بها في العالم. طيب فكرة الأمة شرط مسبق لقيام الدولة مستمدة أصلا من مفهوم تقرير المسير. أنت تريد أن تقرر مسيرك، معناها من هنا نشأت فكرة الأمة، وهو مبدأ مركزي في ميثاق الأمم المتحدة حسب المادة 55 من الميثاق. إحنا ما قاعد نتكلم نجتهد، مش اجتهاد. الميثاق 55 من الأمم المتحدة يلزمك أن تثبت أنك أمة، وطبقا للقرار رقم 15/14 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ولذلك فإن القانون الدولي ألزم أمتنا بهذا الشرط. قالوا لهم يا إريتريين أنتم عايزين دولة، اثبتوا لنا أنكم أمة. لأن السؤال المركزي عندما ذهبوا أجدادنا إبراهيم سلطان وكذلك الفكرة التي كان يذهب بها
الشهيد عبد القادر الكبير وهو ذاهب إلى الأمم المتحدة كان يذهب ليدافعوا ولكي يثبتوا أن إريتريا أمة، لأن السؤال المركزي المطروح عند مناقشة القضية الإريترية كان يقول: هل يمكن اعتبار إريتريا أمة؟ وهل إريتريا تلبي تعريف الأمة؟ وأحد الباحثين الكبار القانونيين الكبار اسمه بيت جهولي يقول: وفقا للنظام الدولي السائد يجب على إريتريا إظهار وضعها كأمة قبل منحها دولتها الخاصة. يا إريتريين، أنتم تريدون دولتكم؟ نعم، أثبتوا لنا أنكم أمة، أثبتوا لنا أنكم أمة. ومنذ البداية أجدادنا عرفوا تطلعاتهم القومية كأمة متمايزة وقابلة للاستمرار وتتمتع بإرادة العيش المشترك، ليس فقط من خلال تاريخهم الطويل اللي ذكرناه نحن، المنفصل عن التاريخ السوداني والمنفصل عن التاريخ الإثيوبي. عندنا تجربتنا الخاصة في إريتريا، عندنا تجربة استعمارية برتقالية وإيطالية وبريطانية مشتركة، بل أسسوا شرعية الأمة الإريترية على المثل القانونية. عندما ذهبوا أجدادنا إلى الأمم المتحدة قالوا: أتركوا التاريخ، نحن الآن نمسككم بالقوانين التي وضعتموها والقواعد المعيارية المرتبطة بمفهوم الأمة، والتي أرساها قانون ميثاق الأمم المتحدة نفسه الذي منح جميع المستعمرات السابقة حق تقرير المصير. لكن للأسف فإن الحدود الديمغرافية لأمتنا وكذلك الشروط قبولها ورفضها لم تخضع لتلك القوانين، واستفادوا من الخلافات اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. قالوا: تريدون بعدكم تقراي تقرينيا، وبعدكم يريد أن يمشي مع الإمبراطورية الإثيوبية مع الأمة الإثيوبية، وبعدكم يريد أن يمشي إلى السودان، مع أن الغالبية العظمى من الشعب الإريتري كانت مع حق تقرير المصير والاستقلال كأمة متمايزة. ولكن مع ذلك استمر أجدادنا في صقل حججهم على شرعية الأمة الإريترية ووجودها في إطار ما سماه جوزيف بينوسا وكثير من الباحثين منطقة اتصال قومية للخطاب السياسي الذي تبنته الكتلة الاستقلالية، والتي كانت تتلخص في الآتي: قالوا إن أمتنا ليست أعراق كما تدعون، ليست شعوب مقطعة كما تدعون حسب المصطلحات العقلية اللي عندكم أنتم. وهذا المفهوم بالمناسبة تبنته الأمم المتحدة، والتي تعطي لكل اختلاف أو تنوع بعدا عرقيا لإنكار وجود الأمة الإريترية. في ذلك الوقت يناقشون إريتريا في أعراقها، وإثيوبيا متحف الأعراق، السودان متحف الأعراق. إريتريا دولة متجانسة صغيرة شعبها كلها قبائل متزاوجة، الشعب الإثيوبي لا يعرف بعضه بعضا إلى يومنا هذا، لا يعرفون بعضهم بعضا، لكن الشعب الإريتري كله يعرف بعضه بعض. ولكن مع هذا الأمم المتحدة أسرت. إذن العرق الآن أصبح مرفوض، وحتى في تلك الفترة. ثانيا أجدادنا قالوا أمتنا كغيرها من الأمم كانت موجودة منذ أزمان سحيقة، كيانا اجتماعيا تاريخيا منفصلا عن إثيوبيا عن السودان. أما الأمة القانونية السياسية الحديثة فإريتريا ليست بدعا فيها. إريتريا ليست معلش بدعا. دكتور، عشان أنت قلت المفاهيم دي فعلا لازم نثبتها. أيوة، فنمشي خطوة خطوة. سطر واحد وكمل. إذن قالوا الأمة القانونية الحديثة إريتريا ليست بدعا فيها، لا تختلف فيها عن إفريقيا ولا عن آسيا. حتى إثيوبيا نفسها بصيغتها الحالية لم تكن موجودة، هكذا قال أجدادنا، بصيغتها الحالية لم تكن موجودة إثيوبيا في فترة ما قبل الاستعمار، وأن أي علاقة مفترضة معها كانت علاقة غزو وغارات من عيزانة وحتى ألولة ووبي. النقطة الثالثة: لم تكن في يوم من الأيام إريتريا جزء لا من إثيوبيا ولا من السودان، وإن كانت هناك علاقات تبادل عبر الحدود. وقد أسهب كتاب المشروع الوطني أجدادنا في ذلك الوقت في تفنيد هذه الحجة، نشرت في الصحف الإريترية في إريتريا. وعندما أحرج أجدادنا الأمم المتحدة بحججهم القوية التي صاغوها، قررت الأمم المتحدة إرسال لجنة إلى إريتريا لتتأكد ما إذا كان الإريتريون يشكلون فعلا أمة
تتمتع بالاستمرارية والتمايز ولهم رغبة وإرادة في العيش المشترك كما يدعون. ولكن هذا الأمر الآن الخطير، نحن سنتكلم في الحاضر الآن، هذا مسألة تاريخية أتركك تترجمها قليلا أستاذنا الفاضل الزين. نعم، حقيقة الوتيرة ماشية بسرعة، لكن هحاول أغطي يعني بالتقرينيا. انتي بالنير دكتور تي أمر ويدما حساب ناي أمة سني أبتي بحلنا وأبتي قانقاتنا شجر الله تقرينيا كم أبنت كم هذه عبي قانقا بإرترا علاو قانقاس لزخونة كم أبنت همسيو ولا بتخالي وين شجر الله تخالي قانقاتات حجي زي أمر ناي حزبي ويدما بهر مس أمة أي كيدنيو كم خن ردوي بلنا أمة نبينو نفسه زخالي أمر ويا الرداد كل اللو يبل تي عند حقوق دما نيرئس مثل والثاني أو يزمر كوسي حق تقرير المصير. نا يونايتد نيشنز حق دما عنكز 55 كل شيء عن تأزبل هذا حزب هذا هاجر كخونسي ونتو كرجاجس كخيل عنده يبل. السخاء يميلوا منا أربعات يونايتد نيشنز عنا الحزبنا نقرونا كمي قالكم من تايهم كم إرتراويان فولياتنا تقول لهم ديهم يلوم بديهم مالتي بحقوتاتنا ولا بحقوتاتنا سو عبد القادر كبير خدانه خلو خيد نبي نيشنز تقتله شيخ إبراهيم سلطان أو مسكدون نازي كرجاجس يوم ياخذوا نيرهم السخاء جيرهم الصراحة استجيريو حبورات منقصات جن تمعكنيثات ناتا نعود اللي تنبعلا السمكم نخلو مخانكم الراجس هو نخلو مستنس نسم زسفروا معكنيثات إرتراويان كالسو خلو نعوخ الراجسو السدما حدا ناي حبار دليت كله حدا بتغنبر حدا ناي حبار تمكروز اللو زيوتي كند حمرتنا يتحسبنا أمة السخايبتي انترناشنال لوز الله نعود اليوم نحزب إرترا نتمثلوا ناي كم حدث بخوننا في قوم مويب سلازيوتي مقبالن زي مقبالن أبتي معكنيتات أي نبرن خالي شرحتات نيرو خالي وديتات نيرو سلازيوم نتناتنا قداي حواوي سومو يبل كما بنتم سينو جوزيف بينوس زمسو سلازي يبل دكتور حزبناسي وي أمتنا تأماناتنا أب عليك وي دما أب تفعل لي أحزابنا نحزب زناقتنا نحزب بالع أو تمسرت أيقونتين كم حكي دما نجلسون نخيل نحنا كم أبنت ندم سينا يوم توم قرابة تهاجراتنا كاب سودان كاب إثيوبيان زبالة حدنا زلنا زبالة رئيس ناي حبار منبر زلنا حزبي انت بالكو مجنانا يكونن مخنياتو احزابنا اثيوبيا خصاب لومي اي فالتون يوم جن احزابنا ارترا بزح كمز عينت بروسيس اللي زحلفوا اصبغوا مزفالتو كم احزاب اب ارترا زلو قبيلات اب ارترا زلو انداتات كابتوم قرابه هاجراتنا نلعلي زفالت حزبي زلنا كابتوم قرابه هاجراتنا زفالت امه يزلنا يبل مالتيو نزد ما يوم كرجاجوس زهروا دحرا يونايتد نيشنز مسقومهم هذا ديليجيشن سريدهم يبل ني إرتراويان سي كم أمة مخانهم كرجاجوس ولو زخولوا ما قد نخت نادي نخترين نخت فتش مسمسوا بهاجرناون نوع يوم رخيبهم يبل جن دحرا يتنفي بالناس مسألة زي بخالي مخنياتات نحنا أمة سلزين برنا زي كونس بخالي مخنياتاتنا نزي مسألة زي تنفي قلنا نوع عمتات تساسقنا خلينا إرتراويان. أوكي أستاذ زين ودكتور إدريس حنتي مداخلة قبل أنا بزيئة لك ساعات ملؤ تزاريبنا زي حدش فرش زخونة رأي ويدما كونسبت لو معلت تماهيرنا إذا دما نايب حق زحقوسيو أستمهرو زلويو حجي كله بحنت معلت خود أيضا لخون أنا خما أقوله دلي أنت ده حريتي لكم مني نايلو معلتي بارت 1 هنجبرا
دحر خلتا سومون دما بارتوتو خنقبر نمنتاي إزي عبي أستمهورو زخون إرتراوي أمول عالم زلو كفولتون كردون كستما أورون زقبا حساب سلزخونه حدش حساب فريش زخونه حساب سلزخونه إزي دمان تايزر إيكا ناي سنيت إزي إريتريان سنيت موفمنت كل جيزة نتي زلو ناي إرتراونت ناي إرتراونت زخونه سمعت ويدما إتي ناي إرتراوان كمين نحنا حدا مخنا يونايتد مخنا معو كل جيزة زقال حب إتي إزي نجار زدماني أنصار تجراي تجريني ويدما زم أجازيان زقبرو لك أنصارو خوينو سمعنا لنا عي مالتيو كم كوصار سلازي أنت ده حريت لكم أنا خلتهم ده خلتهم سمونا لنا لايف on فيسبوك أب سنيت ميديا حريت لكم كنت أتصلوا زين تعرف أنا نازل له أفريقيا ساعات أب حتى جلز الله ويدما نزي حجي لما عدتها محرناي من برهخون أنتي حريت لكم لو سمحت دكتور إدريس يكون عندنا لقاء ثاني ويكون عندنا في خلال أسبوعين لو سمحت ترجع لنا ونكمل الموضوع عشان كل الناس تفهم وتستوعب هذا الكلام الجميل الكلام اللي قلته قبل شوي يعني في خلال الساعة. هل تسمح أنك تعود لنا كضيف تشرفنا إن شاء الله في خلال سنيت ميديا؟ أنا أوافق الباشمهندس كوثر عبد الرحمن. أنا أعتقد كثافة الأفكار التي طرحت في هذه الأمسية نفسها شوية في شكل نقاط وأفكار نرجع عليها مرة ثانية دكتور، وشوية النصف ساعة دي نستفيد منها في ترسيخ هذه المفاهيم بدل يعني يعني نسحب ونمشي أكثر في الأفكار. أنا أعتقد الأفكار اللي موجودة حتى اللحظة كافية هي اللي جعلنا نفكر لمدة أسبوعين ونعود مرة ثانية لنواصل الحلقات، لأنه أنا الدكتور يعني أنا حصرته في أنه يعني يقدم يعني مضغوطة هذه محاضرته، وإلا عنده أمثلة من الحفريات، عنده أمثلة من المواقف، عنده أمثلة من تركيبة الشعب الإريتري اللي كان ممكن يسهب فيها. فأنا في الحلقة الثانية يعني المفاهيم دي نفككها دكتور ونعيد تركيبة من جديد. تفكيك ثم تركيب. لازم حاجة بتقرينا ترجم ما خن قال أي كلمة لازم يقول الله عرب أتخا. تفضل أستاذ زين. أنا مش دكتور زارب سلزله نعو أنا انتهي بالله زي كسب حجي كسيمنا يزل لنا فلتد أخول يوني لومي مشيت كابو بزح كن مهار نخلينا نعود لومن دحر هذه ناي أب ديسكشن ملك تنايو كهبتمو يخيل لنا تحسابات مغنية تحسابات دسنا بليز قد زغيد نيرو حج انتهي بالاني دحر قلت سمون كم تح حفتنا كوسر زبر تخن ملس تدا اخينا بزح امرات هلو دكتور زي قالوا اسمه غيرو بزح امرات هلو اني مسوق الزرب كله انتهي لي بستغى لمتن ناي حدا ساعات استمره تبنا التي قد محجي الكاز نبركه بشكل مضغوط صريكا وسون حسابات انت دا غير كاي زحاش خويني سمعني ليو جن حجي كمتي كوسر زبلوتو كدلينايو كلاي ولا سالساي كمان كدلينايو نزي امرناي امه سبغينا هنجلسو ايرتراس كم ايرتراس تكونسي انتي تقول لي راح حفتنا كوسر نحنا كم سنيتسي ازيو تقالسنا ابزيو قالسنا 5 سنيتاويان نزغنا دلدلينا نقالس زلنا حجي نزا امرزي دحسيسكات راي كتسغرو زي كالس لزخوني ابزي تبقعنا يحايش لهم مشيت كل جزء تمليسنا سالساي جزء وانت مليسنا نتأمرات سبوقنا هنعبقون خلينا بزبل حساب يا مساء كوسر وانا وندقي فيها وحب دكتور إدريس كنسمع انتي ريتون له. تفضل يا دكتور رأيك. لا انا ضيفكم وتحت امركم. الله يسلمك. الله يسلمك حرجتنا كذا شويه. نعم خلاص مو حج انتايو حمسنا قبل كوسر اني قال حسابات هلوا سبوق يروح جلسان كحاتو كاميرا خفتها وخفت خفتاي انت راهي يمكن خفتاي ما يست له بس اوكي رايت صبق ادلك هبكاي نمنتاي حجي انا ساعات اطاطر الله مالتيو هذا 10 دقائق اللوانا ابزن 10 دقائق قلب خبز لا حتى ويدما نايلو معلتي
أتطبقوا رداد أذهبنا زبرحلنا نجر تخوينو تحطوا تحت لك أدلك بكاي أستاذ زين حطوا تحتت حدا خلت دم أنا ننيو حطوا تحت سلازي نعها عدل بكالخو نتحسب قرب أبره كتبلو نايلو معلتي بزح تماهيرنا لنا أتطبقنا دم زخون إيرتراو خمت عنتو جبلكو نزنا جرزي بزعبة والنت انتهي مالتيو حدشو تخوين خفلت الله خم مهار الله كرد الله بحالت يعني انتهي مالتيو والنت اتناتو definition اتناتو تعريف والنت كنبل نقولنا عنا إيرترا انتهي مالتيو زي نايبا حقي سنيت تسعرلون تسرحلون زلايا إذا دما إيون السنيت زفاليا خابتن كالوت اتي والنت اتي حدنت إيرتراويان نعو كتدلدلون كتبرتعن إيوتي تقندي قال سزكايد زلو سلازي أدلك هبا كاي أستاذ زين حدا 15 ولا 10 زخون تبلو زلك كان نقر كتزاربنا تفضل دكتور شكرا أول حاجة على هذه الأمسية الجميلة. أنا طبعا حضرت قبل كده أمسية للدكتور ويعني مطلع على بعض الأفكار اللي أو جزء كبير من أفكاره اللي طرحها هذه الأمسية، لكن عشان نكون يعني مساعدين للمستمعين عشان يفهموا محتوى هذه المحاضرة الدسمة، أنا أعتقد كثير من الناس يرتبكوا مثلا يقول لك يا أخي مفهوم الأمة ما واضح، وهذا يمكن يكون تفكير رغبي لإنسان مثقف أكاديمي الدكتور إدريس موشي يطرحه بطريقة منمقة وبطريقة أكاديمية وبطريقة، لكن في الواقع الإريتري نحن أقوام وشعوب مختلفة وديانات مختلفة وقبائل مختلفة وعندنا مشاكل ما نقدر نعيش مع بعض، وبالتالي هذه المفاهيم مفاهيم مستوردة هي، وفي الواقع العملي ما حتشغلنا ما حتفيدنا. الواقع نفسه يعني مش يرفضها، يتمنوا الإريتريين يكونوا أمة، لكن الواقع نفسه صعب، هو يعني الواقع نفسه مرير، هو الواقع نفسه يؤكد لنا كل يوم إنه إرادات مختلفة متصارعة موجودة في إريتريا. اللي عايز يودينا لتجراي تجرينيا، اللي عايز يودينا لإثيوبيا بكاملها، اللي عايز ينفصل مع إخوانه الموجودين في شرق السودان أو في جيبوتي وإثيوبيا ويبقى عفري، اللي عايز يعني كل هذه مشاكل تتنازع إريتريا. والدكتور يجي يقول لنا تاريخنا مشترك وعيش مشترك ويعني يجمل لنا هذا الواقع. كيف نفهم نحن هذا التناقض بين الواقع والحلم يعني أو الأحلام؟ أنا أعتقد دي نقطة أولى. هي النقطة الثانية دكتور، أنا أتفق معك إنه إحنا كإريتريين نختلف ونتمايز عن جيراننا وعندنا مزايا طيبة يعني، لكن أنا تتفق معي يا دكتور إنه في هذه المرحلة اللي إحنا عايشينها بلدان زي إثيوبيا وبلدان زي السودان اللي هم مجاورين لنا، أكبر جيران لنا، هم قاعد يشهدوا تحولات كبيرة جدا يعني، والمشكلات عادة يعني ما بالضرورة تنشأ في داخلك أنت، تجيك من برا يعني، وأنت تفتكر نفسك محمي منها، لكن في يوم من الأيام موازين القوة لما تنقلب يجوا يطمعوا في أرضك، يطمعوا في بحرك، يطمعوا في ثرواتك، ويجي يغزوك يعني، ويجي يتقاسموك يعني. ممكن جدا تحصل حاجة زي دي يعني، بلدين كبار شعبهم أكبر مننا، إمكانياتهم أكبر مننا، تحالفاتهم الدولية، دولتين كانوا مستقلين عندهم علاقات دولية، ممكن يتغلبوا علينا يعني. هل هذه المخاوف مشروعة هي؟ هل هذه المخاوف ما تهدد الأمة الإريترية في وجودها في كيانة؟ دي نقطة برضو ناخذها في الحسبان يعني. وأنا ما حكتر أكثر من كده، خلينا نتكلم في النقطتين دي. جذبلك أستاذ زين ترجمة لنعمو أنت ملسوزه هو دكتور إدريس موشي كرد أنا بحث عن مع ترجمانا، تفضل. أنا انتهي الدكتور إدريس موشي زي أمرات كم أمة حزبي هاجر دولة زبلسي أمرات استحالة لها أمرات يو سبوق الحاجة ليس كان لها جن حد جزء تايب لزم ليمان إريتراوي نورمال إريتراوسي إذا زبلوز نبرة دكتور ديس تعمل سبوق زربايو جن كسر حنا يكلونيو أب تزل لنا يو
ودعوا كنا أبترياليتي ناتنا هم إرتراويان سي زسرح زرما يكونن نحنا هم إرتراويان بهيمانوت بعليت بأوراق جابي تفلالينا زلنا هزبينا حجزي حلمي ويدما فانتازيا ناي حدا مهور سب كوينو كي ترف نزبل الحساب كمي غير تقاوم نز حساب زي كمي غير كتقلصو يعني راتا قداميتي تخلأيتي انت دا اب قربا بتنا نريو زلنا حنفشفش نحنا كل شعسي بوشت خاطر يكون زي مسكاش جرات بوزايو زي مسكاش جرات لون ارترا دما ببحرا يكون بمريتا يكون كل شع ببعداويان تبهاج هاجر يعني را السخايب عزقت زوردنا نحنا هم ارتراويان حجيون اب سودان اب اثيوبيا نريو زلنا تريوتات نعنا حدقنيا زخونه تريوتات زي هاجرات زي نبعلو اب كلتي ويا بسلس خمكل زخيد زلو يزمسل حجي نعنا خصلونا اي كيلوندو بتزمسلك دكتور يبل الله نحناسي كم ارتراويان بزيوم تجوبيتنا بحرنادو مريتنادو هبتنادو نعوخ دليخو مسؤونايم كم ابنت زي ابي احمد حجي اب واتساب زي سدو زلو بزحات سباتنا حد حدومسي ابي احمد نتايبل 3 عامت راينا هابز بحر تعاقيتنا كم اثيوبياويان يبل انتي 3 عامت تلين 50 قال عامت حزمنا خلو ابي نرم اثيوبياويان تركيان حزمنا خلو ابي نرم اثيوبياويان دحراي دما اب ارتر حرمس وصل 3 عامت ابي نرم اثيوبياويان بزخور العامتانسي كي قوصنا 3 عامت راينا هاب بحر تفلينا يلو خزاربسي زحفر نغريو تاريخ زي ببسبيو زمسل جن انتي رينا زي كسب كندينا حدقه هم زلب عدنا كسب كندينا اب حدقه وريدنا هم زلنا ابزين كل تطبيرك حدقاتات انت عين الحدقاتات الرايه كاي اللي حاتيتي مالتي شكرا دكتور الدور لك شكرا انت جيتنا بنهايه المحاضره كده يعني اذا اجبنا على هذه الاسئله استاذنا الشوكاي شكرا الأسئلة مهمة جدا جدا. بالنسبة لتعريف الأمة واحد يأتي يقول لك نحن شعوب وقبائل ولغات وأديان كل الشعوب هكذا في العالم بل نحن أثبتنا أن نحن في تجانسنا يعني تجانس ليس له مثيل في كثير من الدول الأفريقية وحتى أقول في العالم الثالث دولة صغيرة شعوبها مترابطة هذه الأمور كلها تجاربنا المشتركة أكبر وأعمق من أي تجربة أخرى جيراننا الذين يهددون الآن إذا إثيوبيا سواء يكون إثيوبيا ولا السودان ولا أي غزو خارجي تجربتنا نحن أعمق وأكبر من تجربة أي دولة في العالم الثالث سنة واحدة من تجربتنا المشتركة سنة واحدة فقط النضالات المشتركة والتلاحم الذي حصل بين أبناء هذه الأمة في الميدان وبالدم يعادل 1000 عام من أي تجربة أخرى سواء كان لإثيوبيا ولا السودان ولا في أي دولة أخرى من العالم. الدولة الوحيدة في إفريقيا التي جلس الأمة الإريترية كلها تجلس وتدع مشروع وطني. أفريقيا كلها لم يحدث. الاستعمار سلم السلطة لنخب وذهب. الشعب لا يعرف. الشعوب لا تعرف ومقسمة إلى هوامش وإلى كذا. لا يعرفون من يحكمهم إلا الشعب إلا الأمة الإريترية. الأمة الإريترية جلست على الطاولة وناقشت وتجادلت ونقاشات مريرة جدا 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 في الداخل وفي الخارج حتى وضعوا مشروع واضح جدا جدا. هذه نقطة. تجربتنا الاستعمارية كانت تجربة فريدة جدا جدا. في السودان جيراننا مثلا كانوا عاملين حواجز. الجنوب لا يعرف الشمال، الشمال لا يعرف ماذا يجري في الشرق. كانوا قد عملوا ما يسموه بحزام عرقي ولا حزام كذا. وهكذا في بقية الدول الأفريقية. إلا الاستعمار الإيطالي الذي ربط كل مدينة وقرية في إريتريا بطرق التواصل جميلة جدا لم تشهد أفريقيا مثلها.
والشعب الإريتري كله التقى، سواء كانت في المزارع التي عملوها، في عبر الطرق هذه، في العسكرية وفي الجندية. يعني تجربة فريدة من نوعها كانت التجربة الإريترية في عهد الاستعمار بكل مساوئه، لكن تجربة فريدة ساهمت جدا جدا في بناء الأمة الإريترية وتقارب هذه الأمة مع تقاربها الذي كان موجود. هذا واحد. ثانيا، بالنسبة لتعريف الأمة، الأمة عندما نقول هذا لا يعني أننا يعني ننكر التنوع. نحن ننكر ونرفض التعدد بمفهوم الاستعمار الإيطالي الذي قسم أمتنا الإيطاليين. هم أول من جاءوا بالقوميات في إريتريا. مشروع القوميات هم أول من جاءوا بهم الإيطاليين، لكن الآن الناس غيروه لصالحهم. فالأمة الإريترية هي ذات لها صفات وهو التنوع، وهذا شيء جميل جدا. نحن تنوعنا في إريتريا لو نظرنا إليه بالتعدد الموجود في الدول الأخرى أو بالتنوع الموجود في الدول الأفريقية، نحن نعتبر جنة. أنا أعيش في دولة شعوبها لا يعرف بعضها بعضا. أنا يظنوك أنت ذاته من نفس البلد، حتى لو كان لونك مهما كان ما يكون. لغات أكثر من 80 إلى 90 لغة، ولم يستطيعوا أن يجلسوا ويحددوا ثقافة عليا مشتركة لأمتهم. الأمة الإريترية سبقت أفريقيا وسبقت العالم الثالث بأن جلس أجدادنا مع بعض، وبعد نقاشات طويلة حددوا مفهوم الأمة الإريترية وعرفوا هذا المفهوم مع التعريف الذي قدمته الدوائر الغربية. أجدادنا أيضا أضافوا في هذا التعريف من خلال تجربتهم العميقة جدا من أرض الواقع، واستطاعوا. هذا سنتحدث عنه إن شاء الله، هنتكلم في هذا الموضوع، هذا موضوع طويل. على كل حال هذه نقاط يعني أن جميل الأمة لا ترفض أن يكون. أوكي، تفضل دكتور واصل. أما بالنسبة في هذه المرحلة جيراننا مثلا يعني يمرون بتحولات كبيرة، وممكن يغزونا، وممكن هل هناك في تخوفات مثلا تغزوك إثيوبيا؟ نعم، ولذلك نحن ندعو إلى مفهوم الأمة ونحسن داخلنا. نحن لم ننزل من السماء ولم ننبع من الأرض، نحن عندنا من المميزات ما لا توجد في دول أخرى. لو تماسكنا، عناصر التماسك موجودة. لماذا نرجع إلى مربع الأربعينات ونرجع إلى تجرينيا وإلى إثيوبيا وإلى كذا؟ نحن يجب أن نتمسك بالمشروع الذي أقره أجدادنا، مشروع الأمة الإريترية، لكي ندافع. نحن الآن نمتلك الأمم المتحدة منحتنا حق شرعية الدولة الإريترية وهي الأمة. عندنا قانون يحمينا الآن، ولكن أي خروقات داخلية لكي لا تحدث لابد من التماسك الداخلي. والتماسك الداخلي الإريتري لا يمكن أن يتم من خلال المشاريع الموجودة الآن، القوميات وهذه الأشياء. هذه مشاريع تفتيتية. يجب نحن أن نعترف بأن إريتريا أمة، إريتريا للإريتريين، في داخلها دولة مدنية، في داخلها نتسارع كذا، لكن يجب أن نتفق على إريتريا أنها للإريتريين، ويجب أن نتفق على الأمة الإريترية. عند ذلك أي مخاطر خارجية سوف الشعب الإريتري كفيل أن يدافع عنها، أن يدافع عن هذه الأمة كما دافع. وهو الشعب، وهذا الشعب هو الذي الوحيد في إفريقيا، الوحيد في العالم الثالث الذي جاء بمشروعيته كأمة بقوة السلاح من أعتى إمبراطورية في 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 أفريقيا، مدعومة غربيا وإقليميا. مشكلتنا الآن هي أننا نتنكر لهذا المفهوم الذي نتحدث عن هذه الأمة. عند ذلك سيكون فعلا خطر يهدد وجود إريتريا كدولة. ولذلك أنا قلت في مقدمة هذا الكلام أن أي ضبابية أو أي تشويش في مفهوم الأمة الإريترية والتطلع إلى الآفاق، فإن إريتريا كدولة فعلا تواجه مخاطر، وفعلا يعني سؤال كبير جدا جدا يطرح على وجود إريتريا كدولة وأمة في هذه المنطقة. شكرا. جميل دكتور، أشكرك. الإجابات كانت فعلا جميلة.
دكتور انتايلو ابتن انا زحاتتكو ملسخب كله انتي مو زحاتت كايوس نعانا تراي يكون زخلينا مبزحتو هزابسي زي اوراجاون على ملسي انداتات كبيلاتات قال ملسي كما فلالاي مخنياتات ابكالون علو يو نحنا جن ابتي ناتنا توموكرو فيليز بلنا حزبين انتبلكو مجنان يكونن اب قال شنحات اصبغ نحب كاروت زحاشو توموكرون زعامقن توموكرون لنا هب قرابتنا انتلنا عصت يسمعني كما بالنسبه تقصو حدا عمت نايقالسي بدمن بقالسن بحنساب كنكا بحبار نحدا صلاي مقطام نحدا عمت قالسي سو اغانينا شحاد عمتات انا كن 10 قد فينا 10 عمتات موهادنا يحزاب كابو زبلص اي بالحد عمت كابتي نحنا بقالسنا زمصانا بدمنان برحزنا ناتقالسنا زطرنايو حدنتنا يبل ابقلقل هاجراتي اب تحتي مجزعتين يروم مجزعت قدفهم كله اليت ወይ ድማ ሊሂቃን ወይ ድማ ንዑ ዝሰማምዑ ጥቕሚ ዝሕልው ገዲፍሎም ከይዱ እሶም ከገዝኡዎም ክሳብ ሎሙ እዋን ሃገራት ኣለዋ ኣህዛብን ዘይፋለጥ ፈጺሙ ኤርትራዊ ኡማ ግን እዚ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ምናልባሽ ሓደ ህዝቢ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ኣርባዓታት ኣብ ትሕቲ ግራብ ኣብ ኣዳራሻት ኮፍ ኢሉ እንታይ እዩ ዕድልና መጻኢ ዕድልና ኢሉ ዝዛትን زلازمن زنبره حزبي انتلو اب افريقيا حزب ارتراي بلا اربعات تفلطوا ايهم كل تي مسرح سراح زنبره اب قال هاجرات كما ابن السودان تقيسو قال كفالات نايت هاجر حزبي ناي سمين ابنت دبوب كخيد اي فقدلو من ينيرو دبواويان دما سمين كمصو اي فقدلو من ينيرو حج انتاي نيرو مالتيو بارير نيرو بتي غزاي زقمطو السوها قصيلو حساب قربا غزيه طليان كن كوم يغبرنا بعدنا طليان مقدتا سريحهم كتماتات سريحهم حرشا معبيلهم وتهدرنا نيرتراويان عسكيرومهم معبول ايكونومي غيرهم عندنا بس فابريكاتات دحر انفراستراكشر هانيصهم عندنا مقدتات سريحهم زو كله نيرتراويان زغبرهم نسيو الرقيبهم الزاميدوهم حد حزب خونو كبقعو حجزوهم مالتيو انا انتي زخبل كله جن ينقدر له مالت هيكونن نتي مجزات كل شيء حماقيو جن زي سريحهم مؤيم سلا سرحوها كن امنا له كنكيل علينا سلازي خدبل كلنا نتي زلو اب منغونا افلالاي نعو وجينكا ويدما نعو رسيعكا ويدما نعو امبيلكا يكونن زسراح جن كنفقد اللي بدنا نزعفل علينا نتي ناي حدا امر ناي امه نخفرسو كما بنتي تكس انا حجي اب حدا عدي قمط الله انا زقمط الله عدي يوغندا هايو اب يوغندا كامبالا زقمط دكتور ادريس حزبا زي فالت هاجريا لان حزم زي فالت يوم بحقوتاتنا جن كوفيلوم زي امر حجلوم نزاتيلو زل نزاربل زلنا ناي ارتراوي اماونت بزعبو بزح تزاتيوم مستحقتات ناي عالمنا خو حقتات زساني وزخيد بزح امرات اسريصوم نعو تراي زي قبرس ناتوم كاوسيخوملو كم ارتراويان سلازي زي قدايزي انا كمزي زريو اماونتنا ارتراويان سي دلدول يصنعيو الى يزعمن مستم ناي كالوت حاجرات بقرابتنا اذا تحسكايو مغنيات دما نتي امر ناي امنا هنا اي هددن دو الكال حاجه كان سلازنا بركا قرابتنا اوف كورس كحدودنا خو اليوم كحدودنا دما يوم سلازي نحنا بزي لوم مشت نقبر زلنا كوم زا مسلي نزي اماونتنا ادلدينا طراينا نهاجرنا كنتحنا نخيل كادم قديه بدنا نمتاينا ابتنا اربعات نملزلنا لو تግራይ ትግርኝ ዶ عندنا دويلكا حجهم بحدي زدلزل انتي نحنا بأخل تمكر لنا كلاخلنا زخل كدحلنا زخل كابزي عزق تزي ويكابز حدا قاتات الزي السودما اتي ارتراوي حدنت كنستم كنكيل علنا
سيفيك ستيت كنفتر كلا لنا أدمساوي هاجر كنفتر كلا لنا بزعبة إرتراس كنفلال نخيل نجن أب أوشت إرتراس كنفلال نخيل نجن بزعبة إرتراس كنفلال خنفكد يا بلنان تأمة ونت ناتنا آخر أمن اللغن كلا لنا أنا هاي يبل دكتور مالتيو حزب إرترا بقع تمكرو بقع حيلي اللو نزي أمة ونت نزي حاجة رزق كلا خلنا نزخوله جن انتدأ أب نزي أمة ونت نحنا نزي حدنت نحنا كلا خلنا نتزي خيلنا ويدما انتدأ نوع نسيجنايو أب كالي شجرات كابوز خف من ودقنا خلينا سلزي أمة نتينا أمة ونت أمر انتدأ نسيكا أب سلمات هتريح أتدخل أب حديات رايح أتدخل دأمر زاد هنا كا أمرات حيسكا كتجوا عزاي تظلني خا يلدم ديمو مالتي. أوكي أنا بحكي أمسكنك نايز مترجمن تي مبرحنا تزولو زولو بأنك عرب دكتور إدريس موشي حجي دكتور أستاذ زين أقام ودأنا عندنا حدا خلت بروميس خبر دليل له وطرح حدا كنت عن تويز والكو إلى 13 نوفمبر إن شاء الله خنملسينا مس دكتور إدريس زي أخن كتصلع وتي زلو حتى دما أب فيسبوك ما تشي زلو ولا خنرينا أبداً كلتا سومون تحطوتات ويدما تي مور مبرهي يدلينا يزبلو سبات كله خنبوبون دينا ولا بعلي بيرسونال خنبوبا يقولوا تناتكم كومنت حطوتات ما تشي له كومنت له نسو خنا قربينا هذا كلتا سومون مالتيو مس أستاذ زين كنا أوكي سلازي زي أنكلتا بروميس حيز لكم على خو كي كبدو نتسب كي نوح كي نوح دما تفلتوني هم بزح من واحد يفلتوني أبزي أخنا عطوينا مالتيو ناي مزازمي زلكم كلتهم بدكتور إدريس كجمري دحريو دما أستاذ زين شوكاي أنا يلو معلتي أحترى بالكم طموح قبلكم نتزربا خطبلونا مالتي جن نأخذ يخدكم كلكم حدا خلطة خابزي متقلنا زلو كاب فيسبوك انتاي بل اتي اما ونت زبحل انتاي مالتيو خم حدا حاونا زبلو بزي اما ونت وي نيشن هود هاجرا ونت تدمرو حزبا ونت يخون إرترا ونت حجي زي أخماني thank you أستاذ عبد السليمان نزي أزدت كالنا هاجرنا ونت تدمرو حزباونت يخون إرتراونت إذا ديت نيشن هود مخانو أتبي أنا خنبره هنا دحر قلت سومن مالتي كم أون كبر حاونا أستاذ يبلك له أستاذ علي حسن ربنا يحفظك ويرعاك يا دكتور إدريس موشي علينا تشجيع نخبنا الوطنية التي تفكر لمصلحة الأمة الإريترية وزيد السنين عن تويز بلوز أنا حكون تاينيرو لمصلحة الأمة الإريترية تسرح كل جزء سنيت قال إدما كومنت زمات عنا قداس زخونة نصدما أنتي يوزبل يا نيشتي حتى أنا بقولكم كاب صالح عنجبة تبلع صالح عنجبة رد وافي ومقنع يا دكتور نعم تاريخنا وتجانسنا وعلاقاتنا الدم بين كل مكونات الإريترية النضال المشترك تجعل منا أمة واحدة لا توجد مشاكل بين مكوناتنا ولكن عدم وجود دولة وطنية مخلصة تحكم على أساس القانون خلق إشكاليات كثيرة. النظام الدكتاتوري هو سبب في تشتتنا يبلالو زياء بدكتور إدريس مزازمي لو عندك أي أفكار أي حاجة خلاصة لهذا الحديث تفضل أعطيك 3 دقائق. تفضل أستاذ دكتور موشي. شكرا. أنا ما عندي حاجة أضيفها، فقط أشكركم وأشكر المتداخلين أستاذنا الجبة وأستاذنا الحسن وكل الإخوة الذين علقوا، وأشكرك الأستاذة كوثر وأستاذنا الفاضل الزين، وشكرا لكم. تفضل أستاذ زين. مزازة ما حسبت لك. جميل. ما عندي أنا كمان أشياء كثيرة أقولها. أنا أعتقد الأمسية كانت أمسية مفيدة وتعلمنا فيها الكثير من مبادئ قيام الدول والأمم
ونواصل هذا النقاش بهذا العمق وبهذا الوضوح وبهذا الفهم. وأنا أعتقد هذا النوع من يعني الندوات يرفع من منسوب الوعي لدى الناس ويخلق الأمل في نفوسهم وفي وجدانهم، ويدفعنا في أن نتماسك أكثر كإريتريين، وأن نعتبر نفسنا يعني على الأقل في أقل تقدير لسنا أقل من غيرنا، وفي أفضل تقدير بل نحن لدينا مزايا أفضل من غيرنا. هذا المفهوم الذي حاول الدكتور ترسيخه هذا المساء أنا أعتقد مهم جدا هو لنا كبلد وكشعب وككيان عشان نستمر، يعني لأنه المهددات كثيرة جدا هي والأعداء كثر. وأنا أعتقد الإريتريين بشكل عام تراضوا على مبدأ العيش المشترك، والإريتريين زي ما ذكر الدكتور يعني ضحوا من أجل أن يكون لهم هذا الكيان، والتضحية به هو تضحية بكل هذه التضحيات، يعني بكل هذه الدماء، بكل هذه الآلام والمآسي. وأنا أعتقد نحن الآن بدأنا فعلا نفكر كإريتريين، وأنا سعيد جدا بهذا النمط من الندوات. وأشكرك الباش مهندسة كوثر عبد الرحمن. لازم حاجة بتقرني حط بلاي عربي خزارة سنحكي. I know أنا بعربي صغير للي مزازة مثل زبالكي جنك قبله خيلي أنا انتهي بالنيرة بعرب زبالكو حجي نحناسي أنا بطعم حقوسية لو مشيت كمزة عينتها وزخوني أستمر خلونا دكتور إدريس ما شاء الله عليه بطعمي سبوه زخونا كرارباي زقربون زقود دايزي زد ما انتهيو كابتزن برنا فلتت زيادة نوسخ لنا سنين دما نسيو على معه السوت رايزي كونس تسفان حبون زفتر الزراربايو زي لو مشيت كزرب سنحي سلازم بزوحات إرتراويان أب حجرومن أب هزبومن أبتي زخفلو مسواتي كتراترو سنحو بزوحات اللونة دحر حجون كلو يوم جن كم زي مسألة استمرارات إننا جبرنا نتي سب نتي أبنقحات نيدك سبات ترى مسوا زي كونس ولا بتي حبون تسفن ناي مفتار زجبر زل سعرتات أو نساتف على نحو يسمع إن إحنا 5 وبسترفه أزمة زل سمونات نزجو دايزي سبوا جرنا بأذكره بعتوب النت كن حزن كنبرهن تسفن لني بيوتيوب دم خزر جح يزي بزو حسبت كبس تسفن لني بزوحكم معرول زخولو قد دايس لزخوني بطعمي غني اللي شكرا جزيلا. أشكركم أستاذ كون شكرت الباش مهندسة حاوتنا كوثر بطعمي شكرا لك بطعمي غني لنا كوثر. بارك الله فيكم شكرا. أنا أشكركم جزيل الشكر للدكتور إدريس موشي والأستاذ زين شوكاي already 7 شير استجروا جينا خي ودعنا ساعات راح أتينايو نتنقر 7 شير قبر له مور شير خد قبرو تصفى قبر أبزوز اللخمو بوتا فقري سلام عنا قسانت كم أول سنة لا يتمنى لكم أنا حفتكم كوثر عبد الرحمن أبزوز اللخمو تطبق معلتي تطبق النيات كبار لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دحين كانيو دحين خلت سمون يرخبنا إذن جرزي غوصنيو part 2 كلا يكفل إن شاء الله. دكتور إدريس موشي بتعمل مسكنك أستاذ زين شوكاي. السلام عليكم. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كعرب كله تقنزا ترنا دعين حيزا أوقحتان قعزا تعلال كم أدخنت صباحي باسب سعنت تبحال الله بكونت بحرس عزمخنت حزبينا تغردنا بحيلنا تبتر من تغير رزقنا عين بالسقعنا حرنتنا من داي حنفت عندي زبدة صبح قبل مختعبي نمخر مو بدبي نركب مزاقر نويا اسمر مو بحبار نحيا
عجم سلوى زباد دربي كيحن كلوا حبر بدبي زيد كسالو وترو زدبي كل وانزفو حجر تعبي عطا ودز حزبي تاي قدالك غبا قرز عبي عطا ودز حزبي تاي قدالك غفت حز عبي عطا ودز حزبي تاي قدالك غب حق عبي عطا ودز حزبي تاي قدالك غبز بز عبي تاي قدالك حبز عبي تاي قدالك غبز عبي تاي قدالك حبز عبي كبز عبي دمي بغبرة كم زي ملسة هزباني قدام النافسة نعيد دقيس من مستكسة مسألة لقاء زي تملسة عطا ودز حزبي تاي قدالك غبا قرز عبي عطا ودز حزبي تاي قدالك غفت حز عبي عطا ودز حزبي تاي قدالك غفت حز عبي عطا ودز حزبي تاي قدالك غبوز عبي تاي قدالك أبوز عبي قدالك أبوز عبي تاي قدالك أبوز عبي تاي قدالك أبوز عبي